أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: تفاصيل رفع سن التقاعد وتسقيف المعاشات. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. وضعت الحكومة شروط محرجة أمام المركزية النقابية من أجل الموافقة على بعض مطالبها، ولا سيما الزيادة في الأجور. فقد طرحت الحكومة رسميا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وهو التوجه الذي كانت النقابات قد رفضته في عهد حكومة عبد الإله بن كيران. المشروع الحكومي لم يحظى بعد بموافقة النقابات، يقوم على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع الاستمرار إلى 67 سنة بشكل اختياري. لكن هذا ليس فحسب، فالحكومة ترغب في تسقيف المعاشات في نسبة محددة من أجل تفادي شبح إفلاس صناديق التقاعد. وتتوجه الحكومة إلى تسقيف المعاشات في نسبة لا تتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجر منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و 2000 درهم حسب السلم، مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد وتمرير قانون الإضراب.